بصوا يا شباب، اللي احنا خدناه من شويه كان تطبيق على الحث الكهرومغناطيسي العادي، يعني الدينامو ده كله حث كهرومغناطيسي. طيب كده احنا استفدنا من الحث الكهرومغناطيسي، عملنا منه دينامو. والحث الذاتي عملنا منه مصباح فلوريسنت. الحث المتبادل بقى استفدنا منه ايه؟ استفدنا منه ان احنا نعمل المحولات. المحولات عباره عن ايه؟ ملف ابتدائي، هي حث متبادل بقى، وملف ثانوي. واحد متوصل بمصدر كهرباء متغير، لما بيطلع كهرباء بيولد الناحية التانية ايه؟ اي ام اف مستحثة عكسية. خلاص، ده كده ايه؟ المحول بكل سرعة. طب انا بستفيد ايه من المحول ده؟ هوريك الاستفادات شوية كده، بس انا هقول لك اساميهم. انت كده كده كنت عارف المعلومة، فانت هتفتكر على طول برضه. اول حاجة واهم حاجة واكتر حاجة بنستفيدها في المحول حاجتين اتنين. ايه هما؟ ان انا بقدر ارفع الجهد واقلل الجهد زي ما انا عايز، اتحكم في الجهد. يبقى بص خلي بالك، وانت لو كنت عايز تتحكم في التيار كنت بتعمل ايه؟ بتلعب في ريوستات. وعايز تتحكم في جهد تعمل ايه؟ تحط محول. مركز انت في الحته دي؟ لما كنت بتلعب في التيار بتعمل ايه؟ عايز تزود تيار تقلل تيار بتعمل ايه؟ تحط ريوستات. على فكره جبتها في امتحان مره ايه، لو فاكرين اخر امتحان عملته جبت الحته دي. عايز اغير في التيار حط ريوستات. وبرضو عايز تغير في التيار حط محول برضو، بس شرط انه يكون تيار متردد. يعني ده بيغير اي تيار متردد غير متردد بيلعب فيه عادي. خلاص. عايز تحط محول، المحول بيتحكم في الفرق الجهد، وبالتالي اكيد طالما في فرق جهد هيتغير يبقى اكيد كمان التيار هيتغير. ولكن شرط ان التيار ده متردد، لازم يكون مصدر تيار متردد. المحول ما بيشتغلش غير على مصدر تيار متردد، وهنشوف قدام شويه حاجه زي كده. دي حاجه مهمه. ايه تاني حاجه مهمه؟ اصلا اساسا المحاولات دي معموله، وحوار رفع الجهد وخفض الجهد معمول عشان حته معينه كده شبه هقولها لكم قدام شويه. حته المصنع او اللي هو المستهلك يعني، والمولد، وخطوط النقل. البراك كده اهو بتنقل ايه؟ كهرباء عليه مثلا يعني. خلاص. الابراج دي بتنقل الكهرباء من هنا لهنا. فالفكره ان المولد بتاعي مثلا بينتج 350 كيلو فولت. خلاص. حلو. في طريق طويل جدا بين المولد والمستهلك، يعني انت لو بصيت على بيتكم او بيتنا او اي حد يعني، المسافه بينك وبين محطه الكهرباء ده لو انت عارفها اساسا، عارف مكانها فين، مسافه كبيره. ففي سلوك كتير جدا بتدخل لمنطقه كامله. يعني مثلا حلوان، ادي منطقه حلوان، في محطه لمنطقه حلوان بتدخل لك كهرباء المنطقه، ومن جوه بقى بتفضل توزع. انا بيهمني ان المنطقه دي اسمها مستهلك. خلاص. عايز اوصل الطاقه دي من غير طبعا السلوك اللي في النص دي. السلوك عباره عن ايه؟ مقاومه. والمقاومه بتعمل ايه؟ بتعمل باور. والباور يعني ايه؟ حراره. وحراره يعني ايه؟ فقد. بتفقد كهرباء، بتفقد طاقه. فانا مش عايز افقد طاقه، فبعمل ايه؟ هي الباور عباره عن ايه؟ في تربيع على ار، او اي تربيع في الار ايا كان. يبقى انا لو عرفت اقلل الجهد، الباور دي هتقل ومش هفقد طاقه كتير. فانا عشان اقلل الجهد بدات بقى اخترع حوار المحول ده. باخد الحاجه واقلل الجهد، او برفع الجهد، هكذا. خلاص. هنشوف بقى الحوار ده بيتعمل ازاي، وهفهمك الحته دي بالتفصيل شويه. خلاص. انت المفروض الاول بترفع بعد كده بتنزل. اقول لك يعني ايه المفروض ترفع وتنزل، دي هقول لك. المهم ان انا بستخدمه ليه؟ عشان اقلل الفقد في الطاقه الكهربائيه. يبقى استخدامات المحول رفع وخفض الكهرباء اللي هي الجهد او التيار. تاني حاجه تقليل الفقد في الطاقه الكهربائيه. خلاص. طيب، اخر حاجه واللي هي ملهاش اي ستين لازمه بالنسبه لي، ان هي بتتعمل منها الاجراز اللي بتاعت الجرس بتاع الباب عادي، الاجراز بس. خلاص. دي ايه؟ الاستخدامات بتاعته زي ما قلنا، فكره العمل بتاعته الحث المتبادل. عندك ملف ابتدائي وملف ثانوي، والاتنين بيولدوا كهرباء لبعض. خلاص. طيب سيبك من كل ده بقى. هو انا بحط الملف في الهواء يا مستر؟ مش انت كنت بتتكلم من شويه ان انت الحث المتبادل بتلفه على حديد مطوع سيليكوني كده، وده واحد والتاني اهو. انا بقعد اجيب حديد مطوع لكل واحد فيهم؟ لا. قال لك ايه؟ انا بجيب حته حديده واحده
وطبعا مشرحها، كلكم اكيد فهمتوا مشرحينها ليه. خلاص، ليه عاملها شرايح؟ عشان يعمل ايه؟ التيارات الدواميه. شرايح بقى كده زي ما انت شايفها قدامك كده. ويلف بقى على ايه؟ كل خانه. هنا مثلا الملف الابتدائي اهو اللي هيتوصل بالكهرباء، والملف الثانوي اللي هيتوصل عليه الجهاز. خلاص، ده كده ايه تركيب المحول. ليه يا عم شرايح حديد معزوله عن بعضها؟ ليه ما شرايح معزوله؟ عشان ايه؟ تجنب التيارات الدواميه او للحد من التيارات الدواميه. خلاص. طب ليه اصلا احنا بنحط حديد؟ عشان نزود الميول. قلت لك قبل كده الحديد المطوع السيليكوني ملوش اي فايده في الحياه غير انه بيزود الميول، بيرفع معامل النفاذيه. خلاص، بس كده. ده اللي انا عايزك تعرفه بالنسبه للنظري. مستر معلش ممكن لحظة؟ معاك اهو. هو حضرتك قلت هو ايه الضرر كان بتاع التيارات الدوامية؟ عشان انا حاسة عايزة افتكره دلوقتي، حاسة أنا نسيته. التيارات الدواميه لما بتتولد ايوه. بتعمل سخونه للحاجه، بتسخن تمام تمام. الجهاز، بتعمل حراره كبيره. اي حراره في الدنيا دي بالنسبه لي ضرر. فاهماني؟ ان هي حضرتك قلت ممكن ان تبوظ احنا السلك، الكلام ده كله. هنعالجها بان احنا نقطع الحاجة. تمام. ونعزلها شرايح معزوله عن بعضها. لازم تقولي شرايح ان احنا قطعناها، ولازم تكون معزوله عن بعضها. لان هي لو متصله، لو ما فيش عزل بينها، كاني ما شرحتش، ما هم لازقين في بعض كانهم حته حديد عادي جدا. فلازم يكونوا شرايح ويكونوا معزولين عن بعضهم. طب هم هنا يا مستر لازقين في بعض اهو، وكاتب فوق معزوله. ما هو بيعزلوا عن بعض مش بالهواء، بيحط ماده ورنيش، بيحط ورنيش بينهم كده، ماده عازله وخلاص يعني. فاهماني؟ بس. خلاص. ماشي. ده كلام جميل ما نقدرش نقول عليه ايه اي حاجه. تعالى بقى نشوف القوانين. طبعا انت عارف القانون الاساسي، طالما جبنا سيره الحس يجي عمك فرضيه يقول لك انا راشد. مالك يا عم فرضيه؟ يقول لك والله قانون لازم تستخدموه. ادي قانون. القانون بتاعك ايه يا عم فرضيه؟ ادي الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. طبعا انت عارف كويس قوي ان انت عندك ملفين، فانت عندك اي ام اف اتنين. الاولاني بيدي للتاني طاقه، والتاني بيدي الاولاني طاقه بعد ما بيتولد فيه طاقه. اي ام اف يعني. خلاص. فده مثلا بتاع البرايمري، وده بتاع السكندري، ده بتاع الابتدائي وده الثانوي. بي ابتدائي اس ثانوي. خلاص. تيجي تقسم الاثنين على بعض هتلاقي ايه؟ الاي ام اف اللي هي الفي، في بي، على الاي ام اف بتاعت الاس اللي هي في اس هتساوي السالب هيطير مع السالب، هيبقى عندك ان بي على ايه؟ ان اس. والدلتا فاي ام على دلتا تي هتروح مع الدلتا فاي ام على الدلتا تي. يطلع معاك اول قانون اللي هو ايه؟ الفي بي على في اس بتساوي ان بي على ان اس. لحد دلوقتي في حد عنده مشكله؟ ما اعتقدش. ده القانون الاساسي اساسا بتاع المحول. لسه هنزود عليه بقى حته تاني. في خاصيه مهمه جدا في المحول، ان الطاقه ما بتتغيرش. يعني الطاقه بتاعت الابتدائي هي الطاقه بتاعت الثانوي. فاكرين الطاقه الكهربيه اللي هي عباره عن ايه؟ الباور في التي. الباور في التي، طبعا التي هتروح مع التي. فانت بدل الطاقه يا عم مشيها الباور. الباور في الابتدائي بتساوي الباور في الثانوي. طيب نرجع نقول هي الباور عباره عن ايه؟ في في الاي يساوي في في الاي، بي بي، اس اس. خلاص. يبقى كده من العلاقه دي في بي على في اس هتساوي اي اس على اي بي، عشان يبقى كل واحد قصاد التاني زي ما احنا اتفقنا. خلاص. طيب يبقى انا كده ممكن اشيل الفي بي على في اس واقول بيساوي اي اس على اي بي، ويبقى ده القانون الاساسي للمحول كله. خلي بالك بس عشان في ناس بتتلخبط في الحته دي في الامتحان. في واحده تيجي تقول لك ايه؟ اه ده الفي بتساوي اي ار، يبقى العلاقه بين الفي والاي علاقه طرديه. ده قانون اوم اللي قال لي كده. ده هو اصلا نص قانون اوم. عند ثبوت درجه الحراره يتناسب فرق الجهد بين نقطتين مع شده التيار المر في السلك او المر في الموصل، صح؟ طب ازاي بقى يا مستر طردي؟ علاقه طرديه اهي، وانت كاتبها هنا عكسي. وانا هقول لك. هنا الار مش ثابته. احنا قلنا ايه اللي بيبقى ثابت؟ ايه اللي ثابت دلوقتي؟ القدره. فلما القدره ثبتت بقت العلاقه عكسيه زي ما انت شايفه. فانا ماليش دعوه بالقانون ده هنا خالص. ماليش دعوه بالقوانين دي هنا خالص خالص، ماليش دعوه بيها. خلاص. القوانين دي بتستخدمها بس في الفصل الاول الفصل الرابع. تعالى هنا. العلاقه عكسيه ولا طرديه بين الفي والاي؟ العلاقه عكسيه. عكسيه. وزي ما انت شايف ايه اللي بيتحكم في فرق الجهد؟ مين؟ مالك احمد معانا؟ معانا صح. ماشي.
مين اللي بيتحكم في فرق الجهد ومين اللي بيتحكم في التيار؟ شوف ايه اللي بيتحكم فيهم، الان. هو العلاقه بين الفي والان علاقه طرديه، ده معناه ان كل ما يكون عدد اللفات كبير كل ما تكون الفي كبيره. يعني انت دلوقتي عندك اهو ملف ابتدائي وملف ثانوي، ده الابتدائي وده الثانوي. بالنظر بس الجهد الكبير فين؟ الجهد الكبير اهو. ليه؟ عشان الان بتاعته كبيره، واحنا قايلين كل ما يكون عدد اللفات كبير يبقى هنا الان كبير. يبقى ده رافع ولا خافض للجهد؟ ده بيرفع الجهد ولا خافضه؟ بدأ من حاجه صغيره راح لحاجه كبيره، يبقى رافع للجهد. عرفت منين؟ بدأ من لفات صغيره راح للفات كبيره. احنا بنمشي على اللفات، لو اللفه كبرت يبقى رافع للجهد. خلاص. طيب بالنسبه للتيار عكسه بقى بالظبط، هنا الجهد كبير يبقى هنا التيار صغير، وهنا التيار كان كبير، صح؟ فانت عندك تيار كبير راح بقى تيار صغير، يبقى بدل ما رافع للجهد خافض للتيار. خلاص. طب تعالى، جاب لك مقارنه تانية، او الكلام ده في المقارنه يعني. قال لك ايه؟ قال لك اهو من هنا اهو اللي كان كتير وهنا اللي كان قليل، يبقى كده ده ماله؟ خافض للجهد. طب في واحد ممكن معلش رابط. ممكن تقولها تاني عشان النت الصوت قطع ورجع، معلش. انهي حته؟ الحته من بدايه، يعني انا ما كنت ماشي مع حضرتك تمام، الصوت كان مظبوط لغايه ما عملت القانون وعملت الفي بي والان بي والاي اس والحاجات دي كلها وظبطت من اول الرسمه دي اللي هي بتاعت البتاع دي. حلو. رفع انا الجهد رسمت، بص انا رسمت محول. المحول ده اكيد فيه لفات ابتدائيه ولفات ثانويه. فانا اول تمام. واحد خليكي في اللي هنا. انا لما رسمت المحول ده من غير ما اكتب في ولا اي خالص، انت تقدري تقولي لي فين الجهد اللي هيكون كبير؟ اكيد عند اللفات الكبيره، تمام. عشان العلاقه بص بينهم عامله ازاي؟ طرديه. في بي على في اس بتساوي ان بي على ان اس، فالعلاقه طرديه كل واحد قصاد التاني. خلاص. فانا عرفت كل ما يكون الان كبيره عدد اللفات كبير كل ما يكون الجهد كبير. فعرفت ان الفي الثانيه اكبر من الفي الاولانيه، ده معناه انه خد جهد مثلا 220 رفعه خلاه 1000 مثلا، يبقى كده رافع للجهد. عكسه التيار بقى، طالما هنا جهد كبير يبقى التيار هو اللي قليل، عشان بص العلاقه عكسيه اهي. تمام فهمت حضرتك. تمام. وبعد كده جيت عكست بقى، خليت الابتدائي هو الكبير والثانوي هو اللي صغير، فبقى خافض للجهد رافع للتيار. بس كده. طب ليه مثلا انت بتقول الكلام ده؟ عشان هحتاجه شويه كده. هو مش هيجي لك في المسائل، العبث اللي انا بعمله لك ده مش هيجي في المسائل، او بمعنى صح مش هيجي سؤال لوحده، هو بيجي في حته كده هقول لك عليها دلوقتي. طيب ده كده ايه اللي استفدته من كل ده، وعايزك تستفيدوا القانون من الاخر يعني. طبعا ده القانون اللي انا قلت لك عليه اهو، في بي على في اس، ان بي على ان اس، اي اس على اي بي. الفي والان علاقه طرديه والاس معاهم عكسيه. تعالى بقى المقارنه اللي انا كنت بشرحها لك من شويه. هنا رافع للجهد، هو بس عكسها بالشروط، جايب الابتدائي هنا عشان بس عينيك ما تتعودش، جايب الابتدائي من هنا اهو ورايح الثانوي هنا اهو. فالابتدائي كان كبير بعد كده قل يبقى خافض للجهد، الابتدائي كان صغير بعد كده زاد بقى رافع للجهد، واكيد بقى خافض للتيار، يعني العكس، التيار بيبقى العكس. خلاص. وقال لك الان اكبر والفي يبقى اكبر، الاي بتبقى بالشقلوب. ان اكبر في اكبر الاي بالشقلوب، وهكذا. بصوا على الرسمه دي كده على ما ايه خش الدبليو سي واجي لكم بسرعه. طبعا القانون اهو عشان برضو ايه لو حد لسه ايه بيحفظ في القانون اهو، يعني بي بي على بي اس نفس الكلام الان بالظبط، وبتعكس في الاي. في حد عنده مشكله؟ لسه هديكم لسه الصلاه لسه هنصلي سوا. طيب نمسح الكلام ده. يبقى انتوا لحد المقارنه دي زي الفل، ناقصكم بقى ايه؟ حته المصنع، عشان حته المصنع دي مهمه، وبعد كده الكفاءه. كفاءه. تعالوا كده يا شباب قبل ما اسال السؤال ده، انا قلت ايه؟ قلت من شويه ان ما ينفعش اعمل محول. ليه؟ بايه؟ بتيار مستمر، لازم يكون تيار متردد. هنا هو بيقول لك اهو، لا يصلح المحول الكهربي لرفع او خفض قوه دفع كهربائيه مستمره. ما ينفعش مستمر، لازم يكون متردد. ليه؟ قال لك لان اساس عمل المحول هو الحث المتبادل، والفيض الناشئ عن المغناطيس او الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستمر ده فيض ثابت.
وانا مش عايز صوت ثابت، لازم يكون في دلتا فاي عشان يتولد اي ام اف. خلاص. فلا تتولد اي ام اف مستحثه الا عند لحظه الفتح ولحظه الغلق. ده الكلام ده في المستمر. ما بيتولدش فيه اي ام اف الا لما بفتح واقفل المفتاح، لازم افضل افتح واقفل المفتاح لحد ما يتولد، وده ما ينفعش. خلاص. فتعالوا بقى ايه، حد يحل معايا السؤال ده. يلا، كله يحله كده سريعا سريعا بالبق يعني، مش قصه. تعالي يا، اقول لك انا تعالي يا مين. تعالي يا نوره، نوره يا عماري. معاك صديقي، يا مس. صديقي نور، عامله ايه يا نور؟ خير الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا صديقي، خش يلا على السؤال. تمام، بيقول في الشكل المقابل مصباحان واحد واثنين يتصل أحدهما في دائرة الملف الابتدائي والآخر في دائرة الملف الثانوي لمحول كهربي، كما بالشكل عند غلق المفتاح كي، أي المصباحين يتوهج فتيلته باستمرار. ايوه، عند جاوبي. غلق فكري براحتك، براحتك. خدي وقتك. اتنين. اهو اتنين ده ماله؟ انت قولي واشرحي لي، يعني قولي اجابتك وقولي عشان كذا. تمام، لو احنا قفلنا المفتاح اه. التيار هيتنقل من الموجب للسالب، فإن الدايرة دي تلف. هيبقى واحد بس هو مستر اللي هيضيق ولا ايه؟ مش عارف، انا قلت لك هتقولي لي وتقولي ليه. طب قولي مثلا ايه اللي في دماغك، يعني ايه ليه قلت مره اتنين وسكتي، بعد كده قلت واحد وسكتي، ليه بقى؟ يعني شوف انت هتثبتي على ايه، وقولي انت بتفكري في ايه عشان اقول لك انت فاهمه صح ولا غلط. الشكل المقابل واحد اتنين يتصل أحدهما في الدائرة النفس الآخر في الدائرة المسرحية يتوهج ذاته باستمرار. مش عارفة يا مستر، بس هو تقريبا اتنين أكتر يعني. شوف. تعالي يا شيماء يا ايمن. استني يا اسماء، استني يا ملوكة. تعالي يا شيماء، خلاص افتحي يا اسماء. أيوة يا مستر. عامله ايه يا اسماء؟ سلام الحمد طيبه. لله تمام. خش عليا. هيبقى المصباح واحد لأن أنا مقفل المفتاح فدي بطارية هو هينور عادي، أما اتنين ده هيضيق لحظة بس لحظة الغلق. بص، اسماء جابتها من الاخر. قالت لك ايه بقى؟ قالت لك يا مستر، اما اقفل المفتاح كده بقت دايره اهي، التيار هيمشي عادي وينور الكشاف ده يفضل منور على طول، بطاريه معاه اهي، فيفضل منور على طول، يبقى واحد كده كده صح. خلاص هيفضل منور. لكن اتنين يا مستر، اول بس ما اتك على المفتاح هيضيق ويقفل بسرعه. تمام يا ليه؟ مستر، ما هو بيقول يتوهج فتيلته. ايوه ماشي، ما هو ينور يعني، هو يقصد ينور، بس قالك اه ده باستمرار. عارفه لو ما كانش قال باستمرار دي كان واحد واتنين صح، لكن طالما قالك باستمرار لا، ده هينور لحظه كده ويفصل على طول، ويفصل على طول. خلاص ليه بقى؟ عشان دي بطاريه، واحنا اتفقنا عشان يحول الكهرباء لازم يكون ايه؟ مصدر تيار متردد مش بطاريه. تمام؟ فاهمين أيوه قصدي؟ فهمت. ده هيشتغل عادي لانه كده كده دايره عادي، لكن ده مش هينفع يشتغل عشان دي بطاريه، هينور لحظيا كده ويقفل، مش هيبقى باستمرار خالص. مستر ممكن تقولها تاني معلش يعني الفكرة بتاعت النقطة دي تاني؟ مين بيقول؟ أنا مع حضرتك رنا يا مستر. ماشي، بص يا رنا، دلوقتي انا هقفل المفتاح. ايه اللي يحصل اما اقفل المفتاح؟ الكهرباء تخرج من البطاريه، قفلت الدايره، الكهرباء تخرج اهو. مثلا يعني المفروض اصلا بالشبكه كده اهو. ده ماله؟ هيفضل منور مدى الحياه لحد ما البطاريه تخلص، صح؟ تمام. في كهرباء يعني، ده المقصود. لكن هنا هيتنقل له كهرباء بالحث المتبادل؟ مش هينفع. ليه؟ لان شرط الكهرباء ان هي تتنقل بالحث المتبادل، او اللي هو ده محول يعني عموما، لازم يكون مش بطاريه، لازم يكون مصدر تيار متردد، اللي انا لسه بقولها من شويه، لسه بقولها حالا من ساعه الملحوظه اللي كانت مكتوبه هنا دي. لازم يكون مصدر تيار متردد. طول ما هو مش مصدر تيار متردد يبقى مش هيتولد، مش مفيش كهرباء هنا، طول ما مفيش كهرباء هنا ده مش هينور. فاهم قصدي؟ اه فهمت حضرتك. طيب، ثواني كده.
يعني كده الإجابة بتاعت السؤال ده يا مستر هتبقى المصباح واحد المصباح واحد، تمام. ها يا شباب معايا؟ عيال فيها مشكلة السؤال ده؟ لا. البت رنا فهمتيه؟ اه يا مستر، يعني كده إجابتها هتبقى إن المصباح اللي هيفضل شغال دايما مستمر اللي هو رقم واحد، تمام. صح كده. لو ما كتبش مستمر لا مش فاهمة يعني ايه هيبقى مستمر. الاتنين واحد واتنين علشان اتنين هيتوهج فيعتبر كده طب برضو بيضيع. حلو، افرضي قال لك لحظي ما قالش مستمر، قال لك فتيلته لحظي لحظة يبقى او اتنين بس. لحظية. هيبقى ساعتها اتنين بس، أيوه. صح كده، كده انتوا فهمتوها بقى. فاهمين قصدي؟ مش عايزكم تبصمجوها، انا عايزكم تفهموا المقصود. تمام. الله ينور. طيب تعالوا بقى ايه، ناقص الدي والكفاءة، وبعد كده ايه خلاص حتة نظري كده بس عيوب المحول وخلاص. بصوا يا اصدقاء، دلوقتي زي ما انا كلمتكم الكهرباء عموما عندنا احنا خلاص بتبقى عامله ازاي؟ محطه، مولد فيها مولدات، محطه فيها شويه مولدات، يعني محطه توليد خلاص نقول عليها مولد وخلاص، والمولد ده بيطلع كهرباء. احنا بقى منطقه بعيده قوي عن المولد، ولنفترض ان انا مصنع فبسمي نفسي مستهلك وخلاص، بيت بقى مصنع ايا كان مستهلك. فانا عشان انقل الاسلاك دي مش هينفع تتنقل كده، هتنزل في الشارع يعني لازم تترفع، صح؟ عشان تترفع بحط كده ايه ابراج عشان اعرف انقلها ايه على مسافات كبيره من غير ما ايه ما يحصل لها مشاكل. طيب فانا دلوقتي لقيت عندي مشكله كبيره جدا. ايه بقى المشكله دي؟ دلوقتي يا مستر انت دلوقتي بتطلع 350 كيلو فولت. ال 350 كيلو فولت دول قصادهم مثلا مطلعين مثلا 3000 امبير. انتوا عارفين يعني ايه 3000 امبير؟ يعني انا محتاج عشان السلك يستحمل ال 3000، ما انت عارف السلك ده ممكن يتحرق يسيح منك لو الكهرباء كبيره، فعشان يستحمل ال 3000 امبير. يعني انت مثلا هقول لك على حاجه عشان برضه تتخيل، لو حد فيكم عنده تكييف هتلاقي سلك التكييف تخين. بلاش تكييف، الموتور تحت، الموتور بتاع الميه، هتلاقي ايه سلك الموتور تخين شويه عن بقيه السلوك. ليه؟ عشان الكهرباء بتاعته شديده. فانت كل ما الكهرباء تبقى شديده 3000 امبير ده عايز سلك تخين جدا. طب السلك التخين جدا ده انا مش عارف احطه على البرج، احطه على البرج ازاي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، يبقى رقم واحد مش عارف احطه اساسا. رقم اتنين، السلك التخين ده هيكلفني فلوس كتير جدا. تخيل بقى بنقله نحاس ولا ألمونيوم، هيبقى سعره كبير جدا. فعشان احل المشاكل دي عملت ايه؟ قلت انا هقلل الامبير هنا، احط له محول يقلل التيار ده خالص. لما مستر محول يقلل التيار يعني رافع للجهد. طيب انت رافع للجهد يا مستر يعني هنا لفات قليله وهنا لفات كتيره كده اهو عشان تبقى عارف ان هو رافع للجهد. تيجي هنا تستقبله الرافع ده، تاخد الكتير ده وتقلله تاني. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت محول قبل بعد المولد على طول اسمه رافع للجهد. ليه بقى؟ استفيد ايه لما ارفع الجهد؟ انت لما ترفع الجهد التيار اللي يحصل له يقل، تعرف تنقل بقى التيار براحتك. اول ما تنقل التيار ويجي هنا انت عايز ترجعه زي ما هو عشان توزعه على الناس، فرحت رافعه تاني، واول ما اترفع خلاص عرفت اوزعه على المستهلك. يبقى انا بستخدم ايه؟ ايه اللي حل لي المشاكل دي؟ اللي حل لي المشاكل دي المحول. واحد رافع، ولازم تبقى عارف ان الرافع هو اللي بعد المولد والخافض هو اللي قبل المستهلك. واحد بعد المولد والتاني قبل المستهلك. انا برفع الاول بعد كده بنزله تاني. خلاص برفع ايه الجهد. ليه؟ عشان اقلل التيار. طيب الناحيه التانيه بعمل ايه؟ بقلل الجهد عشان ارفع التيار. خلاص حتى برضو عشان تبقوا فاهمين قصدي. انت دلوقتي بيوصل لك ايه؟ بيوصل لك المفروض 220 فولت في البيت، الفيشه بتاعتك دي 220 فولت. خلاص المولد بيطلع 350 الف، يبقى اكيد ايه اللي حصل هنا؟ حصل خفض للجهد. خلاص وهنا عكسه يبقى رافع للجهد. بس يعني خلاص دي الحته دي فهمتوها؟ فاهمين الحته دي كويس؟ طيب طبعا عشان انا ماشي في طريق في تيار ماشي وماشي مسافه كبيره، يعني ماشي مسافه كبيره جدا، ففي طاقه بتتفقد. انا قلت لك اي طاقه مفقوده، طاقه مفقوده على هيئه حراره. طيب الطاقه انا قلت لك اي حراره في الدنيا عباره عن ايه؟ باور، والقانون بتاع الاي تربيع في الار. خلاص انهي اي؟ الاي افكتيف اللي انت لسه واخدها من شويه. بتاخد قيمه الاي افكتيف
اللي هي الماكسيمم على جذر 2 وتضربها في الار. خلاص، فتركز في الحته دي. ده اللي اسمه ايه، ده القدره. انت كده حسبت القدره. عايز تحسب الجهد، الجهد برضو اللي هو ايه، الجهد المفقود. دي كده اسمها القدره المفقوده. ده كده اسمه الجهد المفقود. الجهد المفقود ده عباره عن ايه؟ هو بيتفقد فين الجهد؟ بيتفقد في المقاومه، يبقى اي ار. بس افكتيف. اي تيار متردد انا ما ببقاش عارف هاخد انهي حته فيه، فوق ولا تحت، فوق ولا تحت، فوق ولا تحت. فباخد ايه؟ باخد الافكتيف بتاعه، القيمه الماكسيمم على جذر 2. انتوا فاهمين الحته دي ولا لا؟ لازم تخلي بالكم من الحته دي. مستر، هي الحتة دي فيها قانونين، قانون القدرة المفقودة اللي هو اي افكتيف في ار، والقانون التاني هو ايه؟ اي في ار، الفي. بص انتوا تمام. عشان تفهموا الحته دي كويس قوي يعني، بس ده فهم بقى مش بصمجه. بص، انا دايما القدره او الجهد، الاتنين دول بيبقوا عباره عن ايه؟ المفروض بيبقوا لهم علاقه بالتيار المستمر مش المتردد. طيب انت دلوقتي داخل لي تيار متردد، يعني انت عارف ان القدره باور بتساوي اي تربيع في الار، وعارف ان الجهد بيبقى اي في الار، صح؟ طيب دلوقتي التيار المتردد اللي داخل ده انا هستخدم انهي حته فيه؟ دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ ما انت شفت الرسمه من شويه، كل واحده ليها قانون وهتطلع ناتج غير التاني، صح ولا لا؟ طيب ده كويس جدا. انا هستخدم بقى انهي حته؟ فقال لك والله احنا هنستخدم، لو انا كنت حولت المتردد ده حولته لتيار مستمر، اخد بقى القيمه بتاعت التيار المستمر دي. وانت لما تحول تيار متردد لتيار مستمر، التيار المستمر ده بيبقى عباره عن ايه؟ هو الاي افكتيف، اللي انت بتاخد الماكس وتقسمها على ايه؟ جذر 2. الافكتيف ده هو التيار الدي سي. فطالما انت كده كده بتعوض هنا بتيار الدي سي، يبقى ده الافكتيف وده الافكتيف. احنا هنشوف مسائل دلوقتي عليها عشان بس ما تتخضوش يعني. خلاص، بس انا حته رافع وخافض دي فهمتوها؟ الرفع والخفض دي. يعني يا مستر بعد المولد بيبقى في رفع جهد اه. وبعدين بيبقى في خفض. اه. ليه بقى برفع الجهد؟ عشان اقلل التيار، عشان اعرف امشي بالسلك براحتي. خلاص، احط سلك صغير براحتي. طيب الناحيه التانيه اعمل ايه؟ عايز ارجعه مكانه، فانا قللت التيار عايز ارفعه تاني، فبحط محول خافض للجهد عشان يرفع التيار. وده الكلام اللي مكتوب اهو. قال لك عند مناطق التوزيع اللي هو المستهلك يعني محول خافض، وعند منطقه التوليد محول رافع. ده المطلوب منك لحد هنا في الصفحه دي كلها. خلاص، حلو. نيجي ناخد الكفاءه بالمره. الكفاءه دي اعبط حاجه. ليه بقى؟ الكفاءه، كفاءه المحول يعني القدره. بس انهي قدره فيهم؟ انت عايز تعرف المحول كويس بنسبه قد ايه، الكفاءه بتاعته قد ايه. يعني هو محول كويس قوي، محول جيد جدا، محول جيد، محول مقبول، مش عايز تجيب نسبه يعني. خلاص، فانت بتعرف الكفاءه دي ازاي؟ اولا الكفاءه بترمز لها بالرمز ده. عايز تعرف الكفاءه؟ قول لي الخارج على الدخل. يعني ايه؟ يعني الباور اللي خرجت اللي هي هتبقى فين؟ عند المستهلك، على الباور الاساسيه بتاعتي اللي كانت داخله. اقول لك الصغير على الكبير. ما انت دلوقتي كان عندك مثلا 100 واط عند المولد، بعد النقل والاسلاك وفي طاقه مفقوده اللي هي الاي افكتيف في الار ومش عارف ايه والكلام ده كله، وصل هناك 95. انت عايز بقى المحول ده كويس بنسبه قد ايه؟ بتاخد الخارج ده على الدخل ده اللي هو الصغير على الكبير، تضربه في 100 في الاخر. فهمت قصدي؟ عشان نسبه مئويه بتضرب في 100. ده اللي هو ايه؟ القانون ده. القدره عند منطقه التوزيع اللي هي المستهلك على القدره عند المولد، الصغير على الكبير، واسمع اللي بقول لك عليه. تعالى بقى بالمره نشوف سؤال عليها، مع ان انا ايه، انا كنت جايب لك سؤال اهو الحمد لله. تعالي يا بت يا مروه، تعالى ايوه يا مستر. خش عليا ايه. نقلت قدرة كهربية مقدارها 4 في 10 أس 5 من محطة توليد إلى مصنع خلال آه، واحده واحده. هي اتنقل القدره الكهربائيه منين؟ من التوليد، يبقى ده فين؟
عند ديت التوليد. في منطقة الرفع. عند التوليد صح، عند الرفع، بس لو احنا بنقول على التوليد الأول اه ده كده اللي هو ايه 4 في 10 أس 5 واط. أنا لما برسم بفهم الرسمة بصراحة، أنا ما بعرفش أفهم من الكلام ده، برسم الرسمة بتاعتي. خلاص، إلى مصنع. فين المصنع؟ المصنع ده المستهلك. ايوه خلال خط نقل، مقاومة الخط النقل اللي بينهم نص. في مقاومة. خلاص. ايوه وأديك الجهد. الجهد عند محطة التوليد بكام؟ ب2 في 10 أس 3. الجهد عند محطة التوليد ب2 في 10، بس ده جهد فولت. خلاص. طيب عايز يحسب ايه بقى؟ عايز يحسب شدة تيار الخط، عايز يحسب الهبوط في الجهد، عايز يحسب الحاجات دي كلها. تعالى احنا نشوف احنا نقدر نحسب ايه وما نقدرش نحسب ايه يا بنت الناس، صح؟ اه تعال دلوقتي الرسمة قدامك اهي. تعرف تحسبي لي التيار من الكلام ده؟ ايوه اه يا مستر، انا معايا الباور، وانا عارفة ان الباور في في ومعايا الاي، صح؟ الباور ب 4 في 10 أس 5، الاي. والفي 2 في 10 أس 3، والاي هي اللي مجهولة، هات الاي. يبقى ده على ده يديك 2 في 10 أس ايه 2، يبقى يديك 200. لما تعمليها على الآلة هتديك 200 أمبير. يبقى التيار اللي مستر، خارج. نعم. هو مش احنا المفروض قلنا ان الباور اي تربيع في ار؟ الباور اي تربيع في ار، او في تربيع على ار، او في في اي. انا مش محتاج اه احسب تمام. الار، انا عايز احسب الاي دلوقتي. اه تمام. فهمتي؟ طيب، حلو الكلام ده. ايوه حلو الكلام ده. دلوقتي ماشي في السكه بتدنجل ب 200 امبير أهو. انا خرجت 200 امبير من المولد، وانا ماشي في السكه لقيت مقاومه. ايه اللي يحصل؟ المقاومه تستهلك شويه ايه كهرباء على هيئه حراره. فتعمل ايه؟ تاخد الاي دي وتحولها لباور، بقت 200 تربيع في الار. مقاومة. تعملي الكلام ده على الآلة، شوف هيطلع كام. وهنا كاتبها اهو عشان ممكن اغشها وخلاص. لا مش عايز دي، انا عايز اللي تحتها. كام؟ 2 في كام؟ 2 في 10 أس 4. ما تيجي تعملي دي على الآلة هيديك 2 في 10 أس 4. تاني بقى، تاني عشان انت حاسس انك تهتي مني يا بت يا مرة. لا معاك اهو. انا دلوقتي المفروض المحطة بتطلع لي ايه؟ جهد اه وتيار وطاقة. بتطلع التلاتة: جهد متيار وطاقة. وتيار وطاقة. هو مديك الطاقة والجهد. اه هو عايز طيار، هنجيب الطيار وبعدين هي بقى هتبقى بعد. همشيه همشيه في الدايرة. وهو اه ماشي لقى مقاومة، يعمل ايه؟ هيولد حرارة. الحرارة دي اللي هي ايه؟ الباور يعني. حسبتها ايوه بالمرة. طيب دلوقتي انت كان معاكي 4 في 10 أس 5، ايوه فقدتي منهم 2 في 10 أس 4، يوصل كام؟ يبقى 4 في 10 أس 5 ناقص 2 في 10 أس 4، بس تطرحهم من بعض وخلاص. اه تعرفي وصل كام؟ كان معاكي 20 برتقان، وانت ماشية لقيتي واحد عايز حاجة لله، اديت له برتقان. خلاص، يبقى انت روحتي بكام؟ 20 ناقص 1. هي نفس القصة بالظبط. وانا ماشي في الطريق لقيت واحد عايز شوية باور، رحت مديها له. يبقى انا وصلت بكام في الاخر؟ يبقى ده ناقص ده، اللي خارج بيه ناقص اللي اديته له، صح؟ اطرحي بقى ايوه. الاتنين من بعض دول كده، شوف هيديك كام. 4 في 10 أس 5 ناقص 2 في 10 أس 4. اه، 3 وحاجة يعني. على الأقل 38 في 10 أس 4. 38 في 10 أس 4. ايوه حلو جدا. يبقى انت كده جبت القدرة اللي هناك. طيب لو عايز اجيب الجهد هناك برضو، ما انت ماشي 200، صح؟ كده كده ايوه كده كده الكهرباء التيار ما بيحصلوش اي حاجة، يعدي زي ما هو سليم. خلاص. طيب دخل هنا، ايه اللي حصل هنا؟ بقى معاك الباور ومعاك التيار. ما تجيب لي الجهد بالمرة، يمكن نعوزه ولا حاجة، صح؟ ايوه. الجهد هنا هيكون بكام؟ احنا جبناه هنا. الجهد هيكون باور على اي. ما انت عارفه ان الباور بتساوي اي في في، لسه قلنا الناحيه التانيه.
معاك الباور معايا 38 في 10 أس 4 على الاي اللي هي 200، يطلع الجهد 1900. 1900 فولت. طيب في حاجة تانية، ايه هي بقى الحاجة التانية يا عم علاء؟ احنا هنا حسبنا الباور، احنا قلنا المقاومة بتاخد باور وبتاخد جهد برضه. ممكن نقول اي في الار، الاي بكام؟ بنص، او الاي ب 200 في نص، يبقى استهلاكك كام؟ 100 فولت. يبقى دلوقتي انا كده حددت الباور والاي والفي، الباور والاي في والباور والاي والفي. خلاص، أيوة. حلو جدا. يبقى انت كنت خارجه 2000 فولت، بقيت خدت 100 اديتي 100 لحد روحت بكام؟ ب100 ب 1900 اللي هو الطرح. ب1900. كان معاك 2000 جنيه، اديت واحد 100 جنيه، يبقى روحت ب 1900، وهكذا. هو بقى عايز ايه؟ نشوف بعدين. بص بقى، هتلاقيه مش عايز كل ده اصلا، هتلاقيه عايز حاجات معينه. هو عايز منك ايه؟ عايز الاي جبناها ب 200، ده الاولانيه. عايز القدره المفقوده في الخط. فين القدره المفقوده في الخط؟ اللي هي دي، اللي هي 2 في 10 اس 4 اهي. أمم. عايز الجهد المفقود او الهبوط في الجهد، اللي هو الجهد المفقود يعني، اللي هو بكام؟ ب 100. ب100. ما كانش عايز الحاجات اللي هنا، بس احنا جبناها زياده عشان احنا بنحبه. خلاص، نزود مطلوب تاني. انا بقى اقول لك احسب لي الكفاءه. قلت الكفاءه عباره عن ايه؟ اللي خرج، الباور اللي خرجت على الباور اللي دخلت، يبقى 38 في 10 اس 4 على 4 في 10 اس 5. والكلام ده يتضرب في 100 عشان دي نسبه مئويه. شوف هتطلع كام في المية بقى. ايا كان هتطلع قيمه حاجه و90. هي 3.8 من 10 على الأربعة. مش عارف، شوفوها خلاص ولا الموضوع. انت المهم فهمتوا دي يا جدعان؟ يبقى انا دلوقتي الحوار كله داير ازاي؟ بص، اظبط في الحته دي وبعد كده شوفي تكمل لي تتمم. مش البيت يارا برضو؟ استنى. انت عندك مولد وعندك ايه؟ الار الشحاته. خلاص، انت اهو المولد ده بيطلع 3 حاجات: بيطلع جهد، بيطلع تيار، وبيطلع باور. طبعا الباور اللي هي في الاي، ده القانون اللي هتجيب منه التالت اللي مش هيبقى معاك. خلاص، هيديك حاجتين ويديك التالت مش معاك، فتجيبه من الباور ده. طب وانت ماشي في الطريق لقيت الار دي بتشحت ايه؟ بتشحت جهد وبتشحت باور. الباور بتبقى اي في اي تربيع في الار، والفي تبقى الاي في الار. دي مقاومه عادي، كانك حاطط فولتميتر هنا، هتعمل ايه؟ اي في ار. خلاص، نفس الكلام الباور اي تربيع في الار. طيب هنا بقى بيوصل للمستهلك ايه؟ اللي خرج ناقص اللي اتشحت. يعني الباور الجديده هتكون الباور اللي هي بتاعت المولد ناقص الباور بتاعت الشحاته. نفس الكلام الجهد، جهد المولد ناقص الجهد بتاعت الار الشحاته. وتعرف تجيب الاي لما تجيب الباور والايه والفي. الاي كده كده هنا هي الاي هنا كده كده يعني. الاي هنا هي بتفضل ماشيه، ما بيحصلهاش حاجه خالص. الاي ما بتجيش سكه مع الار خالص، بتعدي عادي. خلاص، ده كده الملخص تمام. المفيد في الحته دي. طيب انت عايز تجيب بتاع الزفت ده، الكفاءه. بتاخد الباور بتاعت المستهلك اللي انت جبتها عند الاخيره، الصغيره الاخيره، على الكبيره الاولى، تضرب في 100. ده كده ملخص لايه المساله من النوع ده. لو عايز برضو ملخص المحول عشان يبقى كله اتكتب في حته واحده، انت عندك المحول ده كده ما فيش محولات اهو. الحوار كده كله اهو داير ما فيهوش محولات، الموضوع من غير محولات. انت عندك المحول بقى، قوانين المحول هو قانون واحد يتيم. ايه قانون المحول؟ ان بي على ان اس، سواء الان اس على ان بي كتبتها الاول او البي على اس، المهم ان الفي تاخد نفس الرمز والاي تاخد عكس الرمز. بس ده قانون المحول، هي تي. في بقى حاجه هنقولها اللي هي محول مثالي، بس مش اكتر من كده، مش هقول لك حاجه تاني. هو عموما ده المحول المثالي، ده عموما يعني. هي دي الباور، يعني باور اللي خارجه على الباور الداخلي. برضو كفاءه المحول ان اهي بتساوي الخارجه اللي هي انهي، اللي هي بتاعت السكندري، اللي هي الثانوي على الابتدائي. ممكن تفك الباور دي في اي، صح؟ طيب الفي يبقى في اس اي اس،
بي اي بي او في بي قصدي اي بي. طب يا عم انا مش معايا الاي اس والاي بي، حط الان. الان هتتحط ازاي بقى؟ هتتحط هنا بالشقلوب. اي اس هتشيلها تحط ان بي، وفي بي تشيلها تحط ايه ان اس. فاهمين قصدي؟ دي الكفاءة برضو بتاعت المحول. دلوقتي حاجة عيوب المحول وكده ايه، شكرا. محولاته. حد عنده مشكلة؟ انا دماغي فصلت اساسا. هسيبكم بريك كده. حتى الان في حد عنده مشكلة؟ كله تمام يا مستر. حلو. الاسباب دي بقى مهمة جدا. هو ما بيسألش فيها بصراحة. صراحة مفيش ولا سنة جاب فيها السؤال هنا، بس يعني ايه، افرض جت عليك انت وقال لك طلب منك، ما عنديش مشكلة برضه. أنا خلاص. ملخصة كل الأسباب دي في صفحة واحدة وخلاص. اللي هي الاسباب دي، عندي في الكشكول. ما هي مفيش اسباب غير دي اصلا قدام. يعني ملخصة الكلام، يعني الإجابة سطر سطرين، كلمة يعني كلمة بس اللي تعبر عن اه السطر. ماشي. هو انا قلت لك اي مشكلة بتحصل لي بتبقى سببها ايه؟ حرارة. طب انت عندك نوعين من الحرارة. في الرسمة بتاعتك هنا كان عندك حرارتين. كان عندي مشكلة في الحرارة بتطلع بسبب ايه؟ بسبب المقاومة. مقاومة السلك. دي مقاومة السلك كانت بتعمل حرارة، اللي هي الباور اللي احنا كنا بنجيبها من شوية، الشحات. خلاص. طب في حرارة تانية كانت بتخرج بسبب التيارات الدوامية. خلاص. في حاجة تاني كان ايه؟ اه، ان المسافة بين الملف الاولاني والملف التاني في مسافة بينهم. ففي خطوط فيض بتهرب. تهرب اللي هي بتتسرب يعني. خلاص. طيب في حاجة تانية هقول لك عليها في الآخر، بس دول الأول خليك معايا دلوقتي، دول أهم ثلاثة. طيب مستر حضرتك قلت إن خطوط الفيض بتهرب ليه؟ عشان المسافة بين إيه وإيه؟ عشان المسافة بين الملفين. في بقى تمام. في خطوط بقى بتهرب، مش انت مثلا ده بيطلع خطوط كده اهو، وفي خطوط بقى بتعدي فيه كده اهو، في خطوط كده أهو. فاهماني؟ كله هيعدي، بس في خطوط اهي في النص طارت منه، هربت، تتسرب. فاهماني؟ تمام. فهمت فالحاجات حضرتك. دي، فالحاجات دي ليها حل. حلها ايه بقى؟ ماشي. اول حل، هنا السلك بيضايقني صح، استخدم سلك نظيف. يعني ايه سلك نظيف؟ سلك نحاس. بدل ما تستخدم ألمونيوم استخدم سلك نحاس. اشمعنى النحاس؟ توصيلته احسن، بيوصل كهرباء احسن، ما فيهوش مقاومه كبيره. خلاص. طيب التيارات الدواميه، قلنا في اول حصه خالص، اول الدرس ده مش اول حصه، قلنا ان التيارات الدواميه اي مشكله فيها تيار دواميه ان انا استخدم شرايح معزوله، شرايح رقيقه معزوله عن بعض. خلاص. بس يبقى احنا قلنا في الاول هنعمل قلب الحديد من شرايح رقيقه معزوله عن بعض. يبقى هنا شرايح رقيقه معزوله. ده كده حلنا مشكلتين الاولانيين. طيب بالنسبه بقى لخطوط الفيض ده، هقول لك انا بقى تعمل ايه. انت مشكلتك الهوا صح، ركب الملفين على بعض. يعني ايه؟ هات الملف الابتدائي، حط عليه الملف الثانوي. هو ينفع يا مستر؟ اه ينفع طبعا، بس يكونوا معزولين عن بعض، يعني يكون في مسافه بينهم وبين بعض. يعني اهو مثلا الملف الابتدائي اهو، ملف الثانوي فين اهو، بس طبعا هم معزولين عن بعض يعني. يعني قللت المسافه على قد ما اقدر، بقى خليت واحد جوه التاني، واحد كبير والتاني صغير، كانها كده عشان برضه متخيلينها اهو. واحد كبير وفي الهواء اللي في النص جوه ده حاطط الصغير بتاعي. فاهمين قصدي كده؟ خليتهم جوه بعض كده، ما فيش خط يهرب منه ولا خط فضي يهرب منه. يبقى انا حليت الثلاث مشاكل. ايه المشاكل؟ المقاومه بتاعت السلك. السلك مش لو وحش هيستهلك كهرباء مني كتير، فاعمل ايه؟ هات سلك نضيف. والله زي ما بكلمك كده. عندك تيارات دواميه، استخدم شرايح معزوله. عندك في المسافه اللي في النص دي بتهرب خطوط فيض، حطهم جوه بعض، ما تخليش في مسافه خالص. لحد هنا في مشكله؟ لا تمام، كمل يا مستر. حلو. المشكله الرابعه بقى، وهي ايه؟ ان الحديد العادي لما بستخدم قلب حديد، القلب الحديد العادي مش السيليكوني، قلب الحديد العادي. القلب الحديد ماله؟ القلب الحديد ده بيتكون من ذرات جواه صح.
الذرات اللي جوه دي ساعات بتاخد شويه كهرباء، بتبقى حاجات بسيطه قوي يعني، بتاخد شويه كهرباء عشان تحرك الذرات دي بينها وبين بعض، بتستهلك شويه كهرباء يعني. الحديد ده ساعات بياخد منه شويه كهرباء. خلاص. طب ايه الحل؟ ان انا بدل ما اجيب قلب حديد عادي اجيب قلب حديد مطوع سيليكوني. السيليكوني ده بقى الحركه بتاعته من جوه بتاعت الذرات دي سهله، ما بتاخدش كهرباء كتير. فاهمين قصدي؟ مش انا عشان انقل الكهرباء في اول حاجه قلت لك خالص في التاسيس، قلت لك عشان انقل الكهرباء محتاج ان يكون في ايه؟ طاقه بتزق الذرات اللي جوه عشان تتحرك، او الالكترونات يعني. نفس الكلام هنا، ما الحديد ده موصل فيه ذرات من جواه عايزه تتحرك، فلازم طاقه عشان تحرك. الطاقه دي عباره عن ايه؟ طاقه كهربائيه جايه من بره دلوقتي. طيب الذرات لو سهلت الحركه هيبقى احسن من الذرات اللي صعبه الحركه. فانا عشان اجيب ذرات سهله الحركه اجيب ايه؟ اجيب حديد مطوع سيليكوني. خلاص اه. بس طبعا دول الاهم. تمام. تمام. هو كده في فاضل ايه تاني يا مستر في الجزئية دي؟ ناقص العوامل اللي بيتوقف عليها اللي تحت دي برضه عشان مهم. الناس كلها بتتلخبط في حتة العوامل، لأن أنا إيه؟ ما بتخيلش الموضوع في دماغي. أنا دلوقتي عندي قانون يا مستر، الباور اللي هو الفي في الآي، اس اس في في الآي برضه بي بي. أقول لك يا ابني، المعامل الكفاءة ده بيتوقف على إيه؟ واحدة تقول لي جهد الابتدائي، جهد الثانوي، تيار الثانوي، تيار الابتدائي. هل الكلام ده صح غلط؟ كفاءة المحول، امتى المحول يكون كويس وامتى يكون وحش؟ الكفاءة بتاعته بتتوقف على ايه؟ اول حاجة المشاكل اللي انت كنت بتقولها من شوية، مقاومة السلك. لو السلك مقاومته صغيرة هيخلي الكفاءة كبيرة. تاني حاجة نوع القلب، يا ترى حديد مطوع سيليكوني ولا مش حديد مطوع سيليكوني؟ صح؟ اللي هي الحاجات اللي احنا قلناها من شوية دي. كل الحاجات دي لما تحسنها هتخلي الكهرباء اللي بتخرج من هنا تفقد حاجات بسيطة جدا، وكل ما تفقد حاجات بسيطة جدا كل ما الكفاءة تزيد. يبقى ايه العوامل اللي بيتوقف عليها؟ اول حاجة مقاومة الاسلاك. تاني حاجة التيارات الدوامية دي هنحلها ازاي؟ احنا قلنا نحلها عن طريق ان احنا نقسم البتاع اللي هو الايه؟ تصميم قلب الحديد. ان انا بصممه ان هو يكون شرايح معدنية رقيقة معزولة. خلاص. ده التصميم. يبقى كده توقفت على المقاومة والتصميم والشكل الهندسي اللي احنا قلنا هنخليهم بدل ما هم مسافة بعاد عن بعض هنخليهم جوه بعض. ده كده الشكل الهندسي. نوع القلب، يا ترى سيليكوني ولا مش سيليكوني؟ فهمتوا الحتة دي؟ الحتة دي تتصم. هو اي نعم ما سألش فيها، بس ممكن يسأل فيها. ايه المشكله ما يسال؟ ايه المشكله؟ ايه اللي يخليه ما يسالش فيها؟ يسال. وبتوع ازهر بالذات بيسال فيها. يعني عادي يسال فيها، لكن التانيين مش هيسال فيها قوي يعني بصراحه. مستر، خلاص. نعم. هو كل حاجة تمام بس مقاومة أسلاك الملفين دي مش فاهماها. يا بنت المقاومه دي، مش احنا دلوقتي واحنا بننقل الكهرباء من المولد قابلنا مقاومه في النص عشان في سلك، ما هو اي سلك بيبقى ليه مقاومه صح؟ واحنا أيوه، رايحين فالمقاومه دي خدت كهرباء كتير مني جدا. أيوه، تمام، صح. فدي مشكله. فانا كل ما اقللها كل ما يبقى احسن. هي دي مقاومه اسلاك الملفين. تمام، اللي احنا قلنا نستخدم ايه؟ سلك نضيف. عشان نحل المشكله دي نستخدم سلك نضيف. تمام. بس كده المحول خلص. هو كده الموتور ما فاضلش غير جزئية الموتور اللي هي فيها ثلاث أغلبها صفح أصلا نظري. 3 صفح هي. بس الموتور اهم حاجه فيه ان انتوا تبقوا عارفين ان الموتور ليه علاقه بالعزم، عزم الازدواج بتاع الفصل الثاني. لو فاكرين الفصل الثاني انا قلت ان العزم فايدته حاجتين اتنين، بنعمل منه الاجهزه الكهربائيه زي الجلفانو، وبنعمل منه الموتور اللي احنا هناخده في الفصل الثالث. هو بقى الموتور ده دلوقتي، الموتور ملوش اي علاقه بالحس الكهرومغناطيسي. علاقته بالعزم الازدواج اللي هو بيان، تاو بتساوي بيان. بس هي دي الفكره بتاعته يعني، هنقولها برضه سريعا كده كده. المهم، قدامكم بريك ساعة من اللحظة، يعني الساعة 3 كده الاقيكم. خلاص تمام يا مستر، ماشي. تمام. ماشي. السلام عليكم. تمام. طب معلش بقى سؤال كمان عشان أطلع. أسئلتك كترت أوي. قول. هو في الاسترشادي سؤال 30. صفحة ثانية واحدة، كام اللي على هو طول؟ امتحان 6، اللي هو صفحة امتحان 6 صفحة 307. هو 307. مرفوض ناقصة ولا ايه؟ مش عارف. ثواني بس أجيب 307 الأول بعد كده نتخانق براحتنا. الرقم كام؟ سؤال 30. 30. حلو، اللي هو بتاع المحول ده صح؟ اه.
ماشي، لو بيقول لك خافض للجهد على سنك مش واخده بالك، يعني واخده بالك ان هو بيقول لك خافض للجهد على سن هو المفروض اصلا ما تكونيش عارفه من الرسمه. ماشي. كتر خيره يا مستر عشان محدش عارف. ماشي، حد عايز لسه بتاعي اهو؟ قولي، خلينا نكمل كده. قولي. يوضح الشكل محول كهربي خافض للجهد. شكرا يا عم. كفاءته 80%. ده محول تعبان ده. الكفاءة بتاعته 80%. ماشي. والنسبة بين عدد 3/5 بذمتك، طالما خافض للجهد يبقى مين القليل فوق ومين اللي كبير تحت؟ اكيد ان اس. ان بي هي اللي ب5 وان اس اللي ب3. يبقى ان اس على ان، صح كده، ان اس على ان بي ب3/5. اه الصغير على الكبير، فكتبت الان اس هي الصغير والبي هي الكبير. خلاص تمام. فإن قيمة كل من فرق الجهد الناتج ومش عارف ايه والابصر ايه والكلام ده كله، سيبك من اللي انا هو بيقوله ده دلوقتي. انا استفيد ايه اصلا من المعلومتين دول؟ انت عندك الكفاءة دي عبارة عن ايه؟ الباور الخارجة على الباور الداخلة، صح يا بنت الناس؟ عندك الباور الخارجة، باور يعني في اي، وادي في اي. في اس اي اس في على اس في يبقى اي اس بي. اس بي بي، صح اهو. تمام. طيب طبعا ده يمثل الفي اس على الفي بي عادي جدا، صح اه ولا ايه؟ تمام. فممكن اشيلها واحط مكانها ان اس على ان بي، في اي اس على اي بي، في 100 يعني. فالان اس على ان بي انت عارفه ان هي بكام؟ 3/5. وادي الاي اس اي بي معرفهمش، وادي ال 100 اللي عرفاني في عشتي، في 80 هنا اهو طبعا عشان ده الكلام ده بيساوي 80. فانا ممكن اقسم على ال 80 دي يطلع 8 من 10 كده اهو، يبقى 3/5 اي اس على اي بي. هو بقى في السؤال مديك الاي اس او مديك الاي بي، مش مديك حاجه اهو، مديك الاي اس. الاي اس مدالك بكام؟ ب 10. فانا ممكن اشيل الاي اس احط مكانها كام؟ 12 فتبقى كام؟ 30. نعرف نجيب الاي بي؟ اه ممكن بالآلة، ممكن بدماغك، اللي يريحك. تعال نجيبها بدماغنا انا وانت. 30 في 1 30 يساوي 5 في 8 من 10. 5 في 8 من 10 بكام؟ 8 في 5 ب40. 40 على 10 المفروض تطلع 4. 4 صح؟ 4 اي بي. اذا الاي بي هتساوي 30 على 4. 30 على 4 اللي هي 15 على 2 اللي هي 7 ونص. 7. ده كده ايه بالنسبة للتيار؟ فين 7 ونص بالنسبة للتيار؟ ولا واحد رهيب. سلام على النبي. يبقى نجيبها بالآلة أحسن، متشغلش دماغك. بس هتطلع برضه هي. بالآلة طلعت 7.5. مم. يعني العيب مش في دماغي. العيب مش في دماغنا. لا لا طلعت على الآلة 7.5. اه ده عندي كلام سبعة ايه؟ ونص برضه. ده كلام قليل الادب. ده كلام قليل الادب. ما يمكن ايه تقريبا. التعويضه الغلط برضو؟ استني بقى. ان اس المفروض كده كده احنا عارفين ان الان اس على الان بي بتساوي في اس على الفي بي، وبيساوي اي بي على اي اس. فانا ممكن اشيل اي واحده من دول واحط اي واحده من الثلاثه التانيين، من الاثنين التانيين بتوعها. فانا شلت الان اس على الان بي، الفي اس على الفي بي، حطيت مكانها ان اس على ان بي. طيب يا عم علاء، الان اس على ان بي بكام؟ المفروض يا عم علاء ب3/5. فانت حطيتها ب3/5. الاي اس مديهالك بكام؟ البي مديهالك ب10. حلو. هو مديهالك ب10. ماشي. يبقى 30/5. 30/5 تساوي 8/10. طيب يبقى المفروض تطلع صح. امال ايه بقى؟ ايه بقى يا ابو كلبه؟ مستر 30 على 5 فيها 6. والله أيوه تبقى صح. احنا كنا مطلعينها 4 وقلنا 30 على 4. يا بنتي اهي 30/5 فيها 6. ماشي معاكي مفيش مشكله. يبقى 6 على اي بي هتساوي 8/10. احنا برضو عايزين الاي بي مش الستة. فاهم قصدي؟ أيوه طب ماشي نجيب الفي طيب الأول. انت عارف هتطلع معاكي 6 امتى؟ لو قالك محول مثالي. محول مثالي يعني الكفاءة بتاعته 100%. فهنا كان يبقى 1، ما كانش يبقى 8/10. هو ما قالش بقى مثالي خالص. أيوه أيوه
فاهماني؟ مم. طب تعالي كده نجرب في الجهد، ما هو طالما الاي طلعت غلط يبقى الجهد المفروض يطلع غلط هو كمان. لا الجهد طلع. في اس على في بي، المفروض انت تعوض الاي اس معاك والفي بي معاك. يعني انا ممكن اشيل برضو الاي اس، احط ان هي مكانها ايه، ان بي على ان اس. صح صح، انت عايز تحط اي اس على اي بي يبقى ان بي على ان اس. تمام، يبقى المفروض 5/3، والفي اس معرفهاش، الفي بي كان قايل لك ب 220. الكلام ده المفروض يساوي 8/10. يبقى المفروض الناتج يطلع كام؟ حلو الفزور، 5/105 والله. والله طب ما انا الرقم عاملاها ده موجود كده، فوق، امال في ايه عاملاها بقى؟ كده والناتج طلع. ايوه هيبقى نستبعد ج ونستبعد ا. يبقى دي غلط ودي غلط. اه، ايه بقى الطيارة ابو كلب بقى؟ يبقى في ما هو صح اهو، امال في ايه بقى؟ في حاجة غلط احنا معوضينها، ما هي تعويض صح. احنا كنا قايلين قبل كده في الشرح، قلنا ما ينفعش نعوض اللي هو بالكفاءة القانون اللي احنا كنا كاتبينه ده، لان احنا جربناها قبل كده في المثال ما نفعتش، طلعت الناتج غلط برضه. ما هي ملهاش غير القانون ده، مش عارفة. هي ملهاش غير هذا القانون المعفن. جاست مينيت بقى، جاست مينيت، لان شكل الكلام اللي انا قلته صح في الحصة يبقى هو اللي صح، اللي هو فعلا ما ينفعش نعوض بيه. فاحنا نجيبها منين؟ من الكتاب. شوف الكتاب كان بيقول ايه. ادي كفاءة المحول. كفاءة المحول اما فعلا في اس، صح تصدقي. مم. طيب بص، انت احنا كده 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 طبيعي دي جبنا بي. الفي اس صح. اه خلاص، هنعوض بقى بيها. انت المفروض تعوض بيه وخلاص. يبقى انت عندك كام؟ 105.6 على 220 في الاي اس ام 10 على الاي بي اللي انت مش عارفها، الكلام ده 8/10. وتطلع الاي بي من القانون، حاول تطلعها كده، ثانية واحدة. المفروض بقى تطلع صح. هو في كتاب الشرح كاتب لكم فعلا ان انت ايه، ما ينفعش تعوض بالتعويضه الاولانيه خالص. بص طلعت يعني، ب6 امتى كده صح. بص ده القانون أهو. مفيش تالت. انت المفروض الباور في اي على في اي برضه، ده كده قانون. القانون التاني انك تشيل الاي بس، ما ينفعش تشيل الجهد. ما ينفعش تشيل الجهد في السؤال. تشيل الاي ماشي، لكن تشيل جهد لا. تشيل اي ماشي، لكن تشيل جهد لا. يعني اثبت الجهد في كله. الجهد هو اللي ثابت. بص اهو، في وفي، لكن الاي تشيلها تعوض مكان الان عادي، لكن ما ينفعش تشيل الفي خالص. لان هو محول اساسا، هو محول موجود ليه؟ عشان يرفع الجهد ويقلله. يبقى ما ينفعش اشيل الجهد من المعادله خالص، لازم يفضل في جهد في المعادله. تمام. تمام.